هنكمل سوا الحاجات اللي اتعلمناها من الانبياء والصحابه وازاي نوصل لاحسن نسخه من نفسنا ونوصل لاعلى درجات الرجوله اللي فيها التسامح والحنيه قوه مش ضعف، والسكوت مش خضوع، والعفو عند المقدره هو اعلى درجات القوه. الرجوله الحقيقيه مش بس انك تكون الشخص اللي مش بيتهزم، الرجوله الحقيقيه انك تكون الشخص اللي الناس بتتسند عليه، الشخص اللي اهل بيته بيتحموا فيه من الدنيا وبيطمنوا بوجوده. ده اللي اتعلمناه من سيدنا طلحه بن عبيد الله، كان دايما في الصفوف الاولى مش بس عشان شجاع لكن كمان عشان بيقدر يحمي كل الناس حواليه، كان بيواجه الخطر وبيقف صامد مهما كانت المخاطر حواليه كتير، والناس حواليه كانوا دايما بيتسندوا عليه. وده علمنا ان قمه الرجوله مش انك تكون الشخص اللي مفيش منه اتنين في عدم الانهيار، لكن تكون السبب انك تدعم اللي حواليك وما ينهاروش وانت موجود. ونروح لتاني اهم حاجه اتعلمناها من سيدنا مصعب بن عمير، وهي ان الفلوس والمظاهر مش كفايه عشان تبقى شخص مكتمل الرجوله. الراجل ما يعجبوش الا جيبه، دي جمله كليشيه وبنسمعها كتير، بس الحقيقه ان الفلوس لوحدها مش كفايه. اللي اتعلمناه من سيدنا مصعب بن عمير، شاب غني في مكه وكل الناس تعرفه، لكن لما اسلم ساب كل ده وراح بدأ حياه جديده ما فيهاش كل الرفاهيه دي، وعلمنا فيها ان الفلوس حلوه بس مش هي اللي هتحفظ قيمتك. وبقى اول سفير الاسلام ينقل الدعوه بكل شجاعه وتضحيه، واجه المخاطر وعلم الناس الحق وثبت بكل قوته قدام كل التحديات اللي قابلته. رجولتك مش بالرفاهيه، رجولتك بالتضحيه، انك تكون صاحب مبدأ ووجودك بيمثل قيمه للناس اللي حواليك. تصرف صح حتى لو كل حاجه حواليك مش سهله. انت عارف ان موقف واحد بس صح ممكن يغير كل حاجه؟ المدينه حصل نزاع كبير قوي بين القبائل والكل كان محتار، كل الناس خايفه ومتوتره، لكن سيدنا سعد بن معاذ وقتها علمنا ازاي نتصرف في المواقف الحاسمه اللي من النوع ده. تصرف بحكمه وسرعه، وبسبب القرار اللي خده الازمه انتهت والناس رجعت تتعاون تاني. الرجوله مش انك تبقى بتقرر وخلاص، الرجوله ان لو كله خايف ما تنجرفش بمشاعرك ورا الازمه، وتعرف امتى تقرر القرار الصح في الوقت الصح. العلم مش للفخر، العلم عشان تعيش صح باللي بتتعلمه تطبقه في حياتك. وقت الناس كانت فيه بتتفخر بالانساب والقوه، في راجل اختار يميز نفسه بحاجه تانيه خالص. سيدنا ابو الدرداء كان من اعلم الصحابه، بيحفظ ويفهم ويتعلم، لكن اللي ميزه مش علمه وبس، كان ممكن يعيش في مكانه اعلى لكن هو اختار حياه بسيطه، بيقعد مع الناس ويسمع لهم وينصح الكل من غير ما يحسسه ان هو احسن منه. وفي مره قال اني استعيذ بالله من ان اكون في نفسي عظيمه وعند الله ذليل. كان فاهم ان القيمه الحقيقيه مش ان الناس تقول عليك عالم، القيمه الحقيقيه في ان ربنا يكون راضي عنك. رجولتك مش انك تبقى في مراكز عاليه ولا انك تبان فاهم بس قدام الناس، رجولتك انك تطبق اللي تعرفه وتعيش بعلمك قبل ما تتكلم بيه. تخيل ان بس بقوه عقلك ممكن تتغلب على جيش كامل. في معركه موتة الجيش كان عدده قليل جدا قدام جيش ضخم، القاده استشهدوا واحد ورا التاني والموقف كان شبه مستحيل. هنا سيدنا خالد بن الوليد مسك الرايه وما اندفعش واعتمد على القوه، بدا يغير في ترتيب الصفوف وينقل الميمنه في الميسره وبدل اماكن الجنود، خلى جيش العدو يتصور ان في مدد جديد وصل. ذكائه وقراءته للموقف وهدوءه تحت الضغط خلى المعركه انتهت بانسحاب منظم حافظ بيه على الجيش. القوه مش دايما صوت عالي وسيف مرفوع، القوه احيانا انك تفكر صح قبل ما تتحرك. الرجوله الحقيقيه مش في الضرب، الرجوله الحقيقيه ان عقلك يبقى سابق ايدك. تعرف ان موقف واحد صح ممكن يغير مجرى الامور كلها. المدينه حصل نزاع كبير قوي بين يهود بني قريظه والمسلمين بعد غزوه الخندق، الموضوع كان حساس جدا ومحتاج حكم عادل يحسم الفتنه، والكل اجمع ان الحكم يكون سعد بن ابي عمير. سيدنا سعد كان مصاب وجريح وقتها، بس المسؤوليه كانت اكبر من ألمه، وكان ممكن يجامل ويخفف الحكم عشان الضغط، لكن اختار الحق حتى لو كان صعب، واخد قرار حاسم عاد بيه الاستقرار للمدينه، وما كانش بيدور على رضا الناس، كان بيدور على العدل. الرجوله مش انك تبان شجاع قدام الناس، الرجوله انك تاخد قرار صح حتى لو هيزعل الناس منك، وحتى لو هتتحمل نتائجه لوحدك. وتعلمنا كمان ان كلمه واحده صادقه ممكن تغير موقفك كله، كلمه واحده صادقه ممكن تغير موقفك كله. وقت ما كانت الحروب محتاجه قاده اقوياء، كان في قائد اقوى حاجه فيه امانته، ابو عبيده بن الجراح. النبي عليه افضل الصلاه والسلام لقبه بامين هذه الامه، لقب كبير ومش سهل يتقال. كان مسؤول عن جيوش كامله وكان بياخد قرارات مصيريه، لكن اللي بيميزه ما كانش شجاعته وخبرته العسكريه، اللي بيميزه ان هو كان صادق، ولو اخطا بيعترف، ولو وعد بيوفي، ولو اؤتمر على حاجه بيحافظ عليها. عشان كده الناس كانت بتثق فيه مش خوفا منه لكن احتراما ليه. رجولتك مش في قوتك بس، رجولتك انك لو وعدت وعد تلتزم بيه، وان كلامك يساوي افعالك، لان الصدق هو القوه اللي مستحيل توقع صاحبها. انا عبد الرحمن مرجان، وده بارت 3 من رمضان سيريس، واستنوا الفيديوز اللي جايه هنتكلم اكتر عن الصحابه. ولو الفيديو عجبكم اعملوا شير وسبسكرايب وفولو هنا.